كنت فاكرة زيك كده ان القطايف كمان صعبة ان احنا نعملها في البيت، لحد لما عرفت الطريقة السهلة دي. بعد الفيديو ده هتعرفي تعملي القطايف وعجينة القطايف في البيت بكل سهولة. يعني بكوبايتين دقيق وشوية اضافات بسيطة هتطلعلك 40 حبة قطايف وفي تلت ساعة بس. يعني مش هتاخد وقت ولا مجهود ولا تكنيك ولا اي حاجة. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. عندنا كوبايتين من الدقيق، أي نوع دقيق عندك استخدميه هتنفع في الوصفة دي. هننزل عليهم بمعلقة كبيرة كده هرمية من النشا، يعني هنعاير بمعلقة الأكل العادية، ومعلقة كبيرة سكر، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. والمكون الأخير اللي مش هنستغنى عنه في وصفتنا هو الخميرة الفورية، وهنحط نص معلقة صغيرة. هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض، وهنبتدي نحضر المية اللي عندنا. هننزل بأول كوباية من المية الدافية، وهننزل كمان بنص كوباية. بما ان الدقيق اللي عندك غير الدقيق اللي عندي، فانا هنزل بالمية بالتدريج. يعني كوبايتين الدقيق هنزل عليهم بكوباية ونص من المية، وهخلي نص كوباية من المية الدافية جنبي علشان لو العجين احتاج احط له شوية شوية، لان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل، زي ما احنا عارفين القاعدة دي. هننزل بقى شوية شوية بالمية كده ونقلب. هو ده القوام بالظبط اللي احنا عايزينه. يبقى كده خدت معايا كوبايتين الا ربع من المية الدافية. تعالوا نعمل كده اختبار صغير يعرفنا القوام المثالي. هنجيب معلقة، وبظهر المعلقة هنحط شوية من العجينة اللي عندنا، وهنيجي نمسح كده بصباعنا، هنلاقي يعمل زي نفق كده، العجينة ما بترجعش على بعض. قوام العجينة خفيفة شوية زي قوام الكريب كده. هنيجي بقى للتسوية، ودي أهم حاجة. هنجيب طاسة غير لاصقة إذا كانت تيفال أو جرانيت اللي عندك، وعلى نار هادية، ودي أهم حاجة. وهنبتدي نسخن الطاسة. هنمسحها أول مرة بس بنقطة من الزيت، وبعدين هنبتدي ننزل بالقطايف بتاعتنا. هتصبي صب كده ومش هتحركي ايدك دوران. عموما أول دور دايما ما بيبقاش ظابط قوي، ولكن الأدوار اللي بعد كده هتظبط معاكي. هنسيبها بقى مش هنحركها خالص لحد لما اي لون عجينة عندك اللون الابيض ده يختفي، يعني تبقى زي كده. شايفين بقى طالعة جميلة ازاي؟ سهلة جدا جدا، مستوية جميلة. واهم حاجة ان احنا نستخدم نفس المعيار اللي بنصب بيه كل مرة، او نفس المعلقة، علشان تطلع معانا القطايف متساوية، ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تستخدمي كمان فنجان بتاع بالقهوة، ممكن كمان تستخدمي كبشة صغيرة. اهم حاجة انك متقلبيهاش خالص لحد لما العجينة البيضة تختفي من فوق الوش. الفقاعات اللي بتظهر فوق الوش دي نتيجة على نجاح العجينة 100%. في خلال تلت ساعة هتكوني خلصتي 40 حبة قطايف، وده الوقت اللي خدته معايا. اهم حاجة لما تطلعيها تحطيها على فوطة مطبخ وتغطيها علشان ما تنشفش منك، وهكذا لحد لما تخلصي المقدار اللي عندك. شايفين بسم الله ما شاء الله عملت معايا كمية قد ايه؟ شايفين حلوة جدا، قوام مظبوط، طرية، تتني يمين وشمال ما بتشققش معاكي. شايفين يمين وشمال مش هتشقق خالص. الميزة في العجينة دي انها تنفع كمان تتحشي حلو وحادق كمان. اهم حاجة اهم حاجة انك لازم تراعيها، انك تحشي القطايف مباشرة بعد لما تخلصي، وممكن تعبيها بقى في اكياس من اكياس التلاجة، وتبتدي تشيليها في الفريزر وتطلعيها على قد استخدامك. تعالوا بقى نقلي كام واحدة كده نشوف النتيجة ايه. هتفك مننا، هتشقق، هتعمل ايه؟ يلا نشوف. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي؟ طبعا النار تكون متوسطة، ما تخليش الزيت يكون حامي قوي علشان ما القطايف ما تاخدش لون اول لما تنزل في الزيت. شايفين اللون الذهبي الجميل بتاعها ده؟ اول لما تطلع بقى ممكن تاكليها كده من غير شربات، وممكن تحطي عليها شربات. الشربات اللي تحطيه يكون تقيل ويكون بارد
علشان ما يطرلكيش القطايف. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، واشتركي في القناة علشان يوصلك جديد فيديوهاتي، لسه في حاجات حلوة قوي قوي جاية. شكرا للمشاهدة.